نفسي ابقى مع النادي الاهلي، وكان نفسي العب الماتشات الموجوده، وكان نفسي الحق ماتش الصفاقسي اللي النادي الاهلي هيلعبه في بطوله افريقيا دي. بس طبعا انا مش بايدي حاجه يعني، يمكن زي ما قلت لحضرتك انا كان نفسي الموضوع يتحل من بدري. وطبعا احساس صعب جدا يعني، يمكن يعني الواحد بيجربه بيبعد بشكل عن الماتشات، بيبقى متضايق، وغير انه طبعا نفسيا. بس ان شاء الله ان شاء الله تبقى سهله بمساعده الزملاء تاني، واحاول ان شاء الله ارجع نفسي للفورمه اللي انا وصلت لها في بطوله افريقيا وبعدها ان شاء الله. آمين 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 يا رب العالمين. بارك لنا في الطيبين المصلحين الصالحين، ياخدوا بإيدين المسلمين. اجعل دعانا مستجاب، وأمر خطى أهل الكتاب.
مفاجأة مش عارف اقول لك ايه. انا لله وانا اليه. هو كان الحمد لله من الناس اللي اخلاقياتها عالية واحسبه على خير في الجنة ان شاء الله. الولد ده كان مؤدب قوي وكان جميل وكان شخص محترم واخلاقيات غير عادية الحقيقة، اخلاقيات عالية جدا. شخص متدين ومحترم وامير وطيب ونقي، حاجة جميلة جدا يعني والله سبحان الله. ربنا سبحانه. محمد عبد الوهاب لسه بيكلمه وبيقول له احمد وحيد مات، بس احسن حاجة ان هو مات وهو بيعمل يعني وهو لسه شاب نظيف، لسه شاب على خطى دينية في النادي الاهلي. زميلنا محمد من موقع اهلي نيوز ومحمد سعيد من الميدان، هم شافوا الواقعة بعيونهم وتابعوا العملية لحظة بلحظة. ودينا اللي حصل بالظبط، هو الكابتن محمد كان داخل الله يرحمه، كان داخل الملعب صباح، سلمنا عليه بيقول له صباح الخير، رد علينا الصباح ودخل الملعب. ما شاء الله كان نشيط جدا النهارده الصبح وبيجري في الملعب. فالتمرين بدأ 9:30 بالظبط. الساعة 10:15 بالظبط لقينا محمد عبد الوهاب ناحية الشمال وقع لوحده كده مرة واحدة، اللعيبة كلها جريت عليه، كل في الملعب كلنا جرينا عليه. الخبر ده مؤذي لمصر، بس قدر الله مش هيفعل، مش هنقدر ما حدش يعترض على حكم ربنا، بس هو شخصية محمد عبد الوهاب بتجبر الناس على احترام. كان لعيب قوي رحمة الله عليه، انما عمره ما اذى حد، عمره ما تعدى على حد. كان لعيب على خلق مع الناس كلها، الاخلاق هو طيب جدا وتعب جدا لحد ما عمل اسم لنفسه داخل جماهير النادي الاهلي. صلي دايما الوقت في وقته. يعني لما سمعت الخبر دلوقتي كان الامر صعب قوي بالنسبه لي يعني. بس محمد بصراحه من اللعيبه المؤدبه المحترمه، متواضع جدا، يعني متدين جدا، ما كانش بيسيب وقت. فكل الحاجات دي بصراحه يعني بتقرب اي حد. هو انسان جميل وكلنا زعلانين عليه، بس اللي احنا نقدر نعمله ان احنا ندعي له النهارده ان شاء الله ان ربنا يتقبل منه عمليه. ان انا ابقى موجود. انت خلاص قرارك النهائي ومصمم. والوعد، وما اقدرش انا اخلف وعدي مع النادي الاهلي، لان دي مساله مستحيله. كلام جميل. انما ان انا اوعد النادي الاهلي بحاجه واخلفها، لان النادي الاهلي ما وعدنيش بحاجه واخلفها. ندعو له ولو كانت الفرصة متاحة لندعو له ويؤمن ورانا السامعون. فبندعو لمحمد وبنقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله من الذنوب والخطايا بالثلج والماء والبرد، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم نور عليه قبره، اللهم وسع عليه قبره، اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم ابدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره، اللهم احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. ثم ندعو لأهله بالرحمة والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.